زي ما انتم شايفين كده انا مش هفصل البتاع لان هو فاصل. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. اول رجب كل سنه وانتم طيبين، اعياد اخواتنا المسيحيين كل سنه وانتم طيبين. على كل الناس يا رب السنه تكون باديه كلها بخير ان شاء الله. بما ان السنه ابتدت بقى فانا قلت ابتدي معاكم برضو وارجع من اول وجديد، وهرجع معاكم بحله نوفال، حله الضغط لازم اتحط تحت ضغط ماشي عشان ابتدي. دلوقتي دي حله نوفال، عايزه اوريكم شكلها. انا جبتها، كان نفسي في حله الضغط يعني اللي تعملي الاكل سريعا. دي محتوى الكرتونه بتاعتها. الحله القمر اللي قدامي دي شكل بومبي ستانلس ستيل 18/10، ودي افضل انواع طبعا الستانلس ستيل. الحله في منها 3 الوان لغايه دلوقتي اللي انا شفتهم، النبيتي اللي انا شايفاه قدامي دوت، والاحمر والاسود. طيب الحله زي ما احنا شايفين كل تفاصيلها موجوده في الغطا اللي فوق. عشان نبتدي فيها هوريكي الاول. انا هشيل الغطا كده الاول، وهوريكي بيبقى جاي معاها مصفى صغيره كده اموره تصفي بقى بيها الحاجه بتاعتك، تحطي خضار هتستخدميها كمصفى لوحدها. عايزه اوريكي عمق الحله كلها. عمق الحله دي 10 لتر. دي اكبر حله انا موجوده في نوفال. 10 لتر يعني هتشيلك بطايه حلوه ان شاء الله كده، تشيلك 3-4 كيلو من اللحمه. حجمها حلو، هي عميقه جدا. القطر بتاعها هي كلها 24 سنتي. القاعده بتاعتها من تحت دي من الالومنيوم برضو، خامه كويسه جدا. والايدين اللي هنا دي فيها بلاستيك عازل للحراره ان انت تقدري تمسكيها. طيب هي ده شكل الحله اللي احنا هنقوله بقى دلوقتي في الغطا. شرح الحله كلها في الغطا، فانا همسكه كده الاول بعيد وهوريكي الغطا عباره عن ايه. الغطا لو احنا شفناه من جوه الاول كده، انا قدامي الغطا اهو، في مسمار نازل وطالع كده، ده طبيعي بيبقى هو ده الشكل بتاعها، يعني هي مش مخلوعه. وفي عندي هنا عليها جوان ملفوف حواليها كده، ده محكم عشان يبقى للضغط. الجوان ده بيتفك وبيتشال وبيتغسل وبتنضفي مكانه وتنشفي وترجعي. ده في كل مره ان انت تعملي فيه، يعني حتى هوريهولك اهو، بيتشال خالص سهل جدا وتحطيه وبتنضفي بقى الحله عشان لو فيها مطرح لحوم او اي حاجه موجوده فيها. هحطه زي ما كان. اهم حاجه الجوان ده يكون مظبوط جدا. وهنا دي مفيش اي حاجه تانية نازله غير المسمار ده. تيجي نقلب الغطا الحله. غطا الحله لوحده تقيل. غطا الحله زي ما احنا شايفين كده في 3 حاجات ظاهرين قدامي، او 4 بمعنى اصح. طيب اول حاجه ان انا هقول عليها ده برنامج الطهي بتاعها، مؤشر كده ليها، ليه حركتين. حاجه مرسومه عليها كمان موجود الفراخ واللحوم والاسماك لو انا هعمل لحوم فيها، او لو هعمل فيها خضار، لان هي متاح ان انت تعملي فيها خضروات، وطبعا بتاخد وقت اسهل واسرع في الخضار او اللحوم. والزرار دوت او الامان ده، الامان بتاع الضغط بتاعها، ان لازم يظهر معايا مؤشر لونه احمر، هيترفع اول ما توصل لدرجه الغليان او الضغط اللي في الحله، لازم يترفع لفوق. مجرد ما اترفع يبقى انت قافله الحله كويس جدا والحله بتاعتك بتشتغل صح. طيب برضو ده هوريه لكم لما نيجي نستخدمها. هنا عندي الدايره دي اللي في ايديها او المقبض ده، المقبض ده ثابت اهو في ايديا، وهنا ليه زرار هوريهولك لما استخدمه على الحله بالشكل ده. شايفين هي فيها الاول فيها الجناحين دول ناحيتين مختلفين اهم عنها، ومكتوب عليهم علامه ستوب. فانا علشان احطها واقفل اتجاه الحله، انا لما جيت قفلتها بشكل تاني ان انا حطيته كده وجيت شغلت الحله ما اشتغلتش معايا ولا صفرت، فالمفروض ان انا بحطها عكس شويه. يبتدي ان انا احطها كده ويبقوا بعاد عن الايدين كده. الحله لسه عندي ما اتقفلتش. عشان الحله تتقفل عندي زرار من فوق لازم ادوس عليه واعمل كده. التكه اللي انا عملتها دي راحت مدخله الجناحين اللي كانوا طالعين بعلامه ستوب، اختفت من قدامي كده، الحله مقفوله صح. وطبعا تتاكدي ان الجوان اللي انا وريتهولك في اول الفيديو. طيب هي كده اتقفلت تمام. هاجي افتح الحله مش هتتفتح. خلاص انا حطيت بقى اللحمه الفراخ ايا كان وقفلت. طيب عندي حاجه تانية لسه ما قلتهاش، ده الشكل المسمار ده، او برضو ده صمام للامان بتاعها. طول ما انا مشغله الحله، انا خلاص حطيت مثلا اللحمه او الفراخ وحطيتها على النار، هتبتدي تغلي، لازم ده يترفع الزرار الاحمر ده. بعد 10 دقائق من حطيتها على النار، 10 دقائق لربع ساعه بالكتير قوي، مجرد ما ميه تغلي جوه وتسخن توصل درجه حراره، ده لازم يترفع. اول ما ده يترفع 10 دقائق وبتلاقي الصفاره دي طلعت.
مجرد ما الصفاره ده بيصفر هنا بنبتدي نعد الوقت بتاع الاكل. يعني مثلا انا هحط اكل لمده ربع ساعه، فرخه ربع ساعه، الربع ساعه دي هحسبها من الصفاره اللي هتطلع من هنا، مش من ان انا اول ما انا حطيت الحله على النار. طيب بعد كده انا خلصت وحطيت الحله واشتغلت وخلصت خالص، ما اجيش ان انا اشغل مره مثلا عايزه اطفي بقى، ما ينفعش ان انا افتح الحله، ما ينفعش ان انا اعمل فيها فتح كده مره واحده خالص، لا. هاجي اول حاجه هنا طفيت النار خلاص وهي لسه فيها صفاره، اروح هلاقي ان هو اول ما بعمل كده هتلاقي البخار طالع زياده. طبعا بعمله بحاجه خشب او بمعلقه بعيده عني عشان هيطلع بخار، ولو انت حطيتي هتلاقي البخار بيزيد. امتى اطلعه؟ انا خلاص طفيت النار والحله بتاعتي او الاكل بتاعي الوقت بتاعي انا حسبته وهو استخدم مثلا ربع ساعه، هاجي ان انا افتح دي. طيب هو المفروض ان انا افتحها بعد ما دي خلاص هتنزل وهتهدى، خلاص انا كده متاح ان انا افتح الحله. طول ما ده فوق مستحيل افتح الحله، ايا كان الوقت اللي انت هتفتحي فيه لازم الزرار ده تلاقيه نزل لتحت. طب افرضي انا مستعجله بقى وعايزاها تنزل بسرعه وتطلع ضغطها، هروح جايه رافعه ده بالشكل ده لفوق. زي ما انتم شايفين كده انا مش هفصل البتاع لان هو فاصل. شفتوا كده انا ما قطعتش الفيديو، مش هقطعه، انا هحطها لكم اللي انتم شايفينها في اول الفيديو دي. ده كان وانا برفع المقبض لمسمار الشيش اللي بيبقى صغير كده فيها اتكسر، وانا عدلت له حاجه دلوقتي حطيتها بيه لاني ما عنديش مسمار شيش، حطيتها لان هي ما اثرتش على اي حاجه في الامان. انا هوصف لك الفكره هي ايه. هي الفكره كلها ان الصمام ده بيطلع البخار، فانا لو جيت مسكته رحت مطلعه كده كل البخار على صباعي انت هتتلسعي وش، يعني لازم هتتلسعي، فما ينفعش انت تمسكيه بايديكي. طيب هو بيعمل ايه؟ انا هحاول اقرب كده. لازم ان انا اجي ارفعه، حتى هنا هيطلع منه بخار وهي شغاله على النار، البخار طالع من هنا، فما ينفعش ان انا اجي امسك كده. طيب انا دلوقتي بعد ما انا طفيت على النار لقيت ان اللوك بتاعي الاحمر لسه موجود، ما ينفعش ان انا افتح الغطا واجي اقول لك يلا هوب افتحي الغطا، ما ينفعش. هستنى ان الغطا اللوك الاحمر ده ينزل لتحت ويختفي، مجرد ما يختفي هي جاهزه للفتح، تقدري تفتحي الحله بتاعتك. طيب ايه كمان اللي بيخلي ان البخار بتاعها يفضى خالص؟ الصمام ده بيفضي البخار تماما. فهاجي اعمل هنا كده لازم امسكه بحاجه وهعملها كده، هو بيبقى جامد. هعمله بس كده، شايفين؟ انا بقى المره دي جبت الشوكه لاني هعمل. طب هو بيعمل ايه؟ هو هتلاقيه من جوه كده انت لو مسكتيها، لان هو ده اصلا بيتنضف. يعني المسمار ده بصوا ده، انا دلوقتي تاني هفتحها هوريكي الغطا نفسه اللي انا بشرحه عشان يكون واضح. اللي هنا ده هو مش باين اي حاجه، هو بصاموله كبيره مقفوله فمش باين لك اي شيء. هو هيبان لك من فين؟ هنا ده بيتفك وبينضف لانه بيتحول البخار والدهون بتبقى فيه، فانت ده محتاجه ان انت تفكيه كده وتنضفيه كل مره وترجعيه تاني، تنضفي اي حاجه فيها عوائق سدت البخار ده، لان لو تسد البخار معناها برضو هنا مش هتصفر معاكي، فكل فتره انت بتفضيه وتفتحيه. طيب انا هنا هي ليها مسمار جوه كده، الحركه اللي انا بوقفه بيها بتاع النبيتي اللي وقفت دي معناها ان هي شدت المسمار لفوق وثبتته علشان البخار يطلع لاخر درجه فيه، وكده انا ضمنت ان البخار بعد الطهي فضي. شايفين هي واقفه كده معناها ان البخار اهو ده المسمار اهو واضح اهو، شايفين المسمار ده. فانا طبعا لما حصلت الكسره اللي حصلت معايا دي الحمد لله ان انا صلحتها. ما تحطيش ابدا المقابض عند اليد، كلمه ستوب عند اليد لا، هي هتحطيها كده في الجنب، وانا حطيتها زي ما انتم شايفين كده وهدوس كده فهي عملت التكه بتاعتها. من هنا افتح بقى حاجه لازم الف المقبض بتاعها ده كده، هلفه واروح اول ما الاقي كلمه ستوب ظهرت تاني معناها ان انا كده الغطا مفكوك، هشيله لفوق واعمل كده بالراحه. وطبعا مكتوب كمان نسيت اقول لك فوق كده برنامج للاكل بيقول لك ان الاكله هنا تاخد قد ايه من الوقت، وكل حاجه مكتوبه لك ليها 8 دقائق 5 دقائق من ربع ساعه، كل حاجه مكتوب. ومكتوب كمان معاها في الكتالوج دي وصفات كتيره جدا محطوطه في الكتالوج، وقايل لك كل حاجه بوصفه الاكل وهتاخد وقت قد ايه، موجوده جوه الكتالوج بتاعها. وده الضمان. معلومه ان تسويه الاكل مثلا لو بتاخد ربع ساعه، خلي بالك الربع ساعه دي انت بتسيبيها اصلا بعد تسويتها 10 دقائق ما بتفتحيش، فالمفروض ان انت لو عايزاها ربع ساعه هتقفلي بعد مثلا 10 دقائق او 12 دقيقه عشان هتسيبي 10 دقائق تانيين تفتحي بيها، فعلى البخار اللي جوه هيسوي. فدايما تحسبي الوقت اللي انت عايزه فيه الاكله بتاعتك. شكرا، واشوفكم في فيديوهات تانية على خير، وان شاء الله لما نعمل
اكلات فيها واسلق فيها اللحمه برضو هوريها لكم عمل.